يا قمر انت وهي احلى من كده مفيش. احلى حبه برتقال بالجزر تحفه. خيال الخيال الخيال زي الكتاب ما قال. عايزين تعرفوا السر ايه في البرتقال بالجزر اللي بيخليه ما يمررش، او برتقال بس لو بتعملي برتقال بس. تمام. في ناس كتير يا جماعه بتشتكي ان البرتقال بيمرر معاها بعد ما تعمله يتركن ساعه ساعتين ولا اي حاجه. يعني الناس بتيجي تفطر وكده تلاقيه بيمرر. لا، السر عندنا هنا وبس. فاكلتك مع ام محمد فكري. يلا بقى على الفيديو حبايب قلبي عشان تشوفوا السر ان البرتقال ما يمررش منك. هما اتنين حاجتين لازم تعملهم مع البرتقال ما يخلوش البرتقال يمرر حتى لو قعد تاني يوم. تمام. يلا على الفيديو. حبايب القلب وقلب القلب منحرمش ابدا. عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه عاملين ايه في الصيام؟ النهارده الجو حر بجد بجد، الجو حر. الجو اذا كان حر لازم أن الوصفه دي تتعمل. تمام. بصوا، حاجه كده سحر. بجد 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 بتحسسك بانتعاش فظيع. عندك جزر وعندك عقل وعندك قناه ام محمد فكري. يبقى هتعملي احلى اكله واحلى وصفه ان شاء الله باذن الله. بس قبل ما نعمل اي حاجه هنصلي على النبي. تمام. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بكم بذكر النبي، وعطروا بكم بذكر النبي، لان حياه مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم بكل خير يا رب ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. وحشني وحشني كتير والله العظيم بجد. اليوم ولا اليومين اللي مش بنزل فيهم فيديوهات بجد بجد بيوحشني كلامكم وتعليقاتكم. كل شويه اروح اجيب التعليقات وابص عليها. بجد بتوحشوني قوي، ما نحرمش منكم ابدا. وربنا يخليكم ليا يا رب ويدومكم في حياتي نعمه ان شاء الله. عندنا حبه جزر وعندنا حاجه تانية ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. هنعمل احلى احلى وصفه. بس الاول هنعمل الجزر. طبعا الجزر ده مش متقشر، ماشي حبايبي. هنقشر الجزر ونغسله ونقطعه ان شاء الله باذن الله. وفي اللقطه الجايه ان شاء الله ان شاء الله هقول لكم احلى وصفه بجد للجو الحر الرهيب ده. بجد تحفه. خيال الخيال. هنعمل احلى حاجه النهارده. تمام. يلا سلام. راجع لكم تاني يا حبايبي. هنغسل الجزر دوت نقشره الاول ونغسله ونقطعه مكعبات وارجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، قشرت الجزر يا جماعه وقطعته. تمام. وهشطفه دلوقتي واغسله واحط له شويه ميه وهسلق الجزر. تمام. يعني ما تكتريش الميه قوي وما تقللش الميه قوي. انا يا جماعه مش بتكلم على كميات، انا بتكلم على طريقه. تمام. احنا مثلا عندنا صغننه 3 افراد بس. انتوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ربنا يزيدكم 5 6 10 الله اعلم. عندك عزومات عندك حاجات بجد بجد وصفه رهيبه قوي قوي في العزومات. بجد حلوه في الجو الحر ده بالذات. تمام. انا الكميه دي حلوه علينا ما شاء الله، يعني حلوه. تمام. اللهم صل على النبي. اغسل الجزر دلوقتي وهسلقه واغطيه بالميه يعني. وبعد ما يتسلق اخلي فيه شويه ميه، ما نشفش الميه خالص. ماشي يا حبايبي. بتخلي شويه ميه في الجزر بعد ما يتسلق. تمام. واللقطه الجايه هقول لك هنحط ايه مع الجزر وهنعمل ايه. بصي بقى يا قمر انت وهي، جبنا الجزر يا جماعه وقطعناه وسلقناه. بصوا زي ما بقول لكم خلي فيه شويه الميه اتدلقت. انا مش هشيلها الحته دي، مش هشيلها. دي من غلطات بتاعت الايه الستات في المطابخ. تمام. انا مش هشيلها والله العظيم ما هشيل الحته دي. بصي يا قمر انت وهي، احنا هنجيب الجزر. تمام. وهنقطعه وتخلي فيه شويه ميه اهي، حاجه بسيطه كده عشان ما تدليش تاني. ماشي. ولما صلي على النبي ونجيب البرتقال ونقطعه كده طرنشات زي العسل في منتهى في منتهى في منتهى الجمال. بصي بقى يا قمر، في حاجتين يا جماعه الناس بتشتكي منهم. البرتقال بيمرر وطعمه بيغير. تمام. اما بنعمل العصير برتقال ونركنه شويه بتلاقي طعمه غير كده ايه، وده بالمراره. طب ايه ايه السر اللي ان شاء الله باذن الله هنعرفه النهارده من الفيديو دوت. تمام. علشان المراره بتاعت البرتقال نتفاداها خالص ونشرب احلى حبه عصير برتقال. تمام. هنعمل ايه؟ البرتقال يا جماعه لما تيجي تقشريه تبقى في حته بيضه. ماشي. حاولي على قد ما تقدري تشيلي مثلا الحته البرتقانه اللي من بره دي بتاعت قشره البرتقال، وفي بتبقى ايه جزء ابيض كدهوت ايه بين البرتقانه والكلام ده. ده حاولي تشيلي لان دي بجد بجد بتعمل مراره رهيبه. وحاجه تانية البذر يا جماعه، بذر البرتقال برضه حاولي على قد ما تقدري. بصوا مكان ما انا شايله البذر اهوت. تمام. تشيلي البذر بتاع البرتقال. حاولي على قد ما تقدري ما تخليش بذر البرتقال ولا القشره اللي هي البيضه دي. بصوا انا حتى في حاجه حتت بصوا يعني وصل لغايه البرتقانه. حاولي على قد ما تقدري ما تخليش الحته البيضه دي، لان الحته البيضه ديت والبذره بتاعه البرتقال هي بصراحه بصراحه اللي بتخلي البرتقال يمرر. ماشي. اللهم صل على النبي. دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه تعملي البرتقال وتصفيه. خلاص. وحطي السكر ده حسب رغبتك انت وحسب ما انت عايزه. تمام. ماشي يا قمر انت وهي، انا مسحت بس الميه اللي اتدلقت. بصي
البرتقال نعمل العصير البرتقال الاول، ما نعملش الجزر الاول، تمام. ما تحطيش الجزر مع البرتقال. ليه بقى؟ انت لما بتيجي بتصفي البرتقال بيفضل الجزر ماسك في قشر البرتقال اللي هترميه في خساره يعني. ماشي يا حبايبي؟ احنا اول حاجه نعمل البرتقال ونصفيه، وتحط السكر مع البرتقال او تحطه مع الجزر سيام. بس انا بصراحه بحط مع الجزر عشان خاطر برضو السكر ما يطلعش منه هالك كتير مع القشر بتاع البرتقال اللي هيترمي. ماشي؟ والسكر ده حسب الرغبه والكميات يا جماعه، انا بوري طريقه مش بوري كميه. خلاص يا حبايبي، يبقى هنعمل ايه؟ البرتقال في الخلاط ومع حبه السكر ونصفيهم. او ما تحطيش السكر، حط السكر مع الجزر. ماشي؟ وبعد ما نصفي البرتقال نعمل الجزر برضو نضربه في الخلاط بحبه الميه. لو ما فيش ميه زودي لك شويه ميه ايه عاديين، ما فيهاش اي حاجه، وتحط السكر وتقلبيه كله، وهتشرب احلى كوبايه برتقال بجد بجد. صحه وجمال، ما فيش بعد كده. بس اهم حاجه تشيل البذر وتشيل اللي هي ايه الطبقه اللي هي البيضه بتاعه البرتقال. بصوا انا على قد ما قدرت بشيلها، هي مش بخليها عشان بصراحه هي دي اللي بتمرر البرتقال. خلاص يا حبايبي، اسيبكم في رعايه ربنا، وهعمل العصير ده كله ان شاء الله باذن الله وارجع لكم تاني. يا قمر انتوا هي احلى من كده ما فيش. والله العظيم حبة عصير تحفة. الريحة انا لسه ما دقتش طبعا. ماشي؟ الريحة بجد فظيعة فظيعة. برتقان جميل قوي 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 قوي. برتقان الشتا بصراحة يعني ما يعلاش عليه برتقان. تمام. حتة جزرية كده وحتة برتقانية يعني شغل عالي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة سيدنا محمد. بصوا احنا عايزينه خفيف مش تقيل. تمام. بس عسل تحفة، حاجة كده في منتهى الجمال والعسل. بألف هنا للي ايه للي يشرب. تمام. احلى من كده مفيش. يلا سلام. بصوا الجمال، عسل 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 عسل. سلام. لايك لايك لايك. احلى سلام.